منورة بيكم. هي عروسة مسرارة، هي عروسة مسرارة، فن وثقافة وإدارة، دخلت لقلوب الناس، فتحت الوجد وأسرارة، في المهدية خذات بلاصة تسلب العقل وأفكاره، شارع الطيب المهيري ممكن في أجمل عمارة، مستمعيها من كل فية، طبة وفلاحة وبحارة، لمت شلة مزيانة خدامة ما هم بهبارة، جمعتهم حب الإذاعة بالناس ما هم سمسارة، الناس اللي تخدم فيها خدمتهم ياسر طيارة. عرفتوني على شكون نحكي على إذاعة المنارة. صح شريبتكم وتقبل الله صيامكم وقيامكم وصالح أعمالكم، وإن شاء الله ينعاد عليكم بالصحة والخير والعافية. موضوعنا لليوم باش يكون القراية ورمضان، كيفاه نوازنوا ما بيناتهم. كما نعرفوا رمضان شهر الفرحة، العبادة، الرحمة والمغفرة، ونعرفوا اللي تتبدل الأجواء فيه ويتغير نسق الحياة، والطلبة يلقاو رواحهم قدام تحدي كبير، كيفاه يوفقوا بين قرايتهم والصيام، كيفاه ينظموا أوقات المراجعة ويحضروا للدياسات من غير ما يحسوا بالتعب. رمضان مش كان شهر العبادة، هو زاد شهر الاجتهاد والنجاح يبدأ فيه بتنظيم الوقت والتوازن بين الصحة والعبادة والمراجعة. وفي فقرتنا لليوم باش يحضر معانا الطالب ياسين الفرجاني. عسلامة ياسين. عسلامة. أي صح شريبتك، ونحيي كافة السادة والسيدات اللي تبعوا في إذاعة منارة أفام. شكرا ياسين على قبولك الدعوة. وكأول سؤال نوجهه لك، شنو أبرز التحديات اللي يواجهوهم الطلبة في شهر رمضان الفضيل؟ يعطيك الصحة أي على سؤاله. أكيد أكبر تحدي هو الوقت الدراسي بتاع الطلبة. تعرف رمضان الناس ما فطرتش، الناس ما تاكلش، ويتعدى نهار رزين شوي مع القراية. دو تلفاسون الإنسان كي يبدأ بدنه نقص تغذية ينقص التركيز، ينقص النشاط، تولي معدل التركيز من اللي كان ساعة وساعتين ينقص يولي نص ساعة في القراية، خاصة كي يبدأ البرامج شارجي. وخاصة احنا رابط التربية والتعليم، تعرف البرنامج متاعنا شارجي شوية، مع فما شكون يخدم في بروجيت فان ديتود، مع دياسات، مع ديزيكسبوزي. هذا باش يكون ضغط كبير معناها على الطلبة، علينا احنا كطلبة في شهر رمضان. اما هنا نحاولوا نجاريوا الأوضاع. وشنو الطرق الفعالة اللي تنجم تخلي الطالب يكون أكثر إنتاج؟ والله من رأيي إنه الطالب يلزم يعرف وقتاش ينظم وقت نومه، يعني يرقد بكري، يلزم يتسحر مليح، يلزم وقت شغال فتر ياكل بالباهي، بالطبيعة لازم نشربوا برشا ماء زادة، ونحاولوا في وسط النهار لو كانت، ونحاولوا في وسط النهار في القراية ما نضغطوش برشا على رواحنا، ما نعملوش برشا مجهود. وإذا كان لقينا فرصة إنه ناخذوا بعض الراحة أو ناخذوا كنصيد ساعة نوم في النهار، علاش لا؟ وانتي كطالب شنو أنسب وقت تشوفوا للمراجعة، وإلا الوقت المثبت معناها علميا باش ينجموا يراجعوا فيه وكمية تركيز معناها تكثر فيه؟ والله هو في العادة ديما أحسن وقت للقراية والصباح، مادام الإنسان مازال كفاق، مازال المخ فريش. اما بحكم احنا الصباح نبدو في قرايه، نظن انه بعد اكيد من بعد شغل فتره، بعد ما الانسان ياكل ويرتاح شوي، يكون الوقت مناسب انه يركز مع المواد الدراسيه، مع المحتوى المعرفي اللي يتلقاه. واحد من الناس البي اف اللي نخدم في بي اف ان شاء الله قريب نكمل، اكيد احسن وقت باش يكون تاع خدمه هو بعد شغل فتره، خاطر في النهار تقرا، تروح من القرايه باش ترتاح شوي، بعد باش تحضر عشاك، ما تلقاش الوقت باش تقرا في النهار الاكثريه، انك تراجع في الدار. وديما نأكدوا بعد شقان الفطر كيما نقولوا بساعتين والا بثلاثه، مش طول تبدا هكا كليت وهيا باش نمد نقرا، والكل وقتها منعرفش تحس البدن معناها مازال مرتاحش، مازال الماكله ما تهضمتش. اكيد بالضبط، لازم تاخذ وقت بعد شقان الفطر، يعني مش ديريكت ساعتين 3 سوايع يرتاح فيهم البدن، يهضم الماكله، ياخذ الانسان راحته، وكل القعده مع العائله والخرجه للتراويح. وبزيد في رمضان اللي السهره تطوال، واللي طوال وقت ما عادش نحسوا به. دونك الوقت هذاك ينجم الطلبه يستغلوه في المراجعه.
وحتى ايامات الراحه زاد المراجعه العشيه، المراجعه زاد الصباح، وهو في كل وقت باهي. اما انت والانسان، انت والتزاماتك اذا كان، وكل انسان يلزم هو اللي يحدد. انا وكل انسان يعرف روحه انها الوقت اللي نجم يعطي فيه بيرفورمانس احسن، سواء في القرايه سواء في الخدمه سواء في المراجعه، حسب الروتين اليومي نتاعو هو، حسب لي اكتيفيتي اللي يعملهم. تو مثلا فما شكون يترينا الصباح يقوم يمشي يقرا يروح يرتاح شوي، يطلع يعمل ساعه ساعه ونص في الساد سبور، ما يلقاش وقت انه يريفز في الدار والا انه يحضر الحاجه، وقتها يولي في الليل احسن وقت. مي فما شكون مثلا ما يترناش والا شوي على قرايه شوي، يولي الصباح مثلا العشيه وقتها يخصوا للريفيزيون هذاك. صحيح كما قلت. والمعلومة الحقيقة اللي نعرفها اللي قبل السحور معناها التركيز يزيد وقتها، وأنسب وقت اللي حد كان عنده حفيظة باش يحفظ معناها في الوقت هيك، معناها كان هو يقرأ في الليل هيك منعرفش يعني دي سيري ولا دي زيكزرسيس حاجة كيما هكا. اما كي يبدا ايتيديون بعيد على دارهم ويبدا يخمم شنو باش يطيب عشاء الليل وقتاش باش يحضر، وتولي حكايه اخرى وقتها. هو صحيح الوقت قبل شغال فتره باهي والانسان ينجم يركز فيه ويخدم فيه مليح، اما اكيد فما كما قلت الروتين اليومي ديما والظروف نتاع الطالب هي اللي تتحكم في الوقت نتاع القرايه ووقت الخدمه وفي حتى في المقدار اللي يعطيه للحاجه هذيك. صحيح كما قلت. المهم كل طالب يعرف الوقت اللي يناسبه حسب يومه كيف يتعدى وقدرته على التركيز. باش نرجعوا لنقطة مهمة برشا اللي هي النوم. انت قلت من بكري معناها الليل يطويل وما بين تحضير شقان الفطر وما بين المراجعة والقراية وصلاة التراويح. ما ننساوش اللي النوم عنده أهمية كبيرة. كان ما ترقدش ما تنجمش تعدي معناها نهار ناشط وتعمل فيه معناها. بالضبط. بالضبط. الانسان سيونتيفيكمون يستحق اقل شيء 6 ساعات نوم في النهار باش ينجم البدن يعمل ريكوبيراسيون ويسترجع الطاقه اللي خسرها في النهار كامل، سورتو مع الصيام. اكيد الاحتياج للنوم باش يزيد اكثر من 6 سوايع، ونحن حتى كطلبه نستحقوا للنوم سواء في الليل وحتى في النهار، خاطر تعرف كما حكينا الليل طوال يولي عندك فيه برشا انشطه، يعني باش ترقد نصف الليل ماضي ساعه، تفيق من بعد 7 متاع الصباح باش تحضر روحك تمشي تقرا. وقت النوم لهنا يتسمى ضيق شويه، وذاك علاش في النهار زاد النوم في النهار القيلوله مهمه برشا بالنسبه للطلبه، بالنسبه حتى للناس اللي تخدم زاده واللي تعبه. باهي القيلوله هذيك تعاون البدن انه يسترجع شويه من الطاقات اللي صرفها في الانشطه اليوميه سواء قرايه والا خدمه. حبيت نعرف رايك في جدول الأوقات. معناها كان كل واحد ينظم وقته في جدول الأوقات، سورتو اللي ما شاء الله أنت مش طالب كهو ناشط في المجتمع المدني، وحتى في رمضان معناها ما زلت تنشط وعندك معناها ديزاكتيفيتي والكل. بالضبط. هو مهم برشا انه كل انسان يعمل جدول واوقات ليه وينظم فيه وقته وينظم فيه حياته الانشطه بتاعه باش ما يخسرش برشا وقت اولا. ثاني حاجه زاد باش ما ينساش الالتزامات بتاعه، يعرف كيفاش يوفق بيناتهم الكل. ننصح الطلبه الكل انهم يعملوا جدول اوقات اللي فما طلبه في بالهم مجرد ورقه، معناها هي يقول لك كيفاه هاني باش نحدد وقتي منا لنا باش نعمل الحاجه هيك اللي هي حاجه تفيد على الاخر. اصعب حاجه انه الانسان يلتزم الديسيبلين، الانضباط من اصعب العادات اللي نجم الانسان يكتسبها. اما اون فوا اكتسب الحاجه هذيك حياته باش تتحسن 360 درجه. هذاك علاش برشا ناس اليوم فما ناس ما تعطيش اهتمام كما حكيت انت للتنظيم بتاع الوقت، سواء التنظيم اليومي ولا الاسبوعي ولا الشهري. وحتى اذا كان عملوا تنظيم صعيب انه يتبع التنظيم هذاك ويوصل عليه. علاش؟ على خاطر كما قلت لك الانضباط اللي يلزم الانسان يتعلمه. اذا الانسان ما تعلمش الانضباط ما ينجمش ينظم اوقاته سواء في الماكله سواء في القرايه في الخدمه في تفاصيل الحياه الكل. ورمضان ضمن احسن فرصه انه الانسان على خاطر بحكم الضغوطات اللي فيه والتغيرات اللي تصير هو فرصه كبيره للطلبه اللي يخدموا للناس الكل انه يخدموا على تنظيم، يحطوا جدول اوقات وهكاك يعرف كيفاش يوزعوا نشاطاتهم وطاقاتهم في الأوقات المناسبة بطريقة تخليهم ما يتعبوش ويكملوا نهار الصيام مرتاحين.
واحدة من الناس نقولهم راهي طريقة ناجعة على الآخر باش حتى تنظم أفكارك، وكما قلت ما تنسيش معناها شنو الالتزامات اللي عندك، أبار معناها اللي كل مرة باش تحاول أوكي ما كملتش اليوم هيك، معناها شنو حطيه تاني أهداف باش نكملهم، راهو من غدوة باش تكملهم، بعد غدوة باش تكملهم. هي الحكاية الكل تبدأ بخطوة صغيرة لين أنت توصل الحاجة اللي حددتها واللي كتبتها معناها في الجدول هيك. بالضبط، هذا هو. واكيد كلنا نحب نوصل للمرحله تاع الانضباط اللي نحطوا فيه جدول زمني ونلتزموا به، وكل انسان يحتاج يعمل حاجه كهيك. وانت تعرفي نحن توا سيرتو مغصورين، طلب التربيه والتعليم، قرايه، ديما نسطروا على طلب التربيه والتعليم ديما والستاج على الابواب. بالحق كان الله في عونكم، رانا نعاني هو الطلبة التوانسة الكل الحق معناها يعانيوا من مشاكل في القراية، سيرتو اللي يسكنوا بعاد على ديارهم. تعرف صعيب هيك التحدي الكبير لاخر تطيب شقان الفطر. اكيد بالضبط، الطلبة البعاد ياسر. هو رمضان متسمي على اللمة ومتسمي على العائلة، فما برشا طلبة يعديوا فيه بعاد على ديارهم. ان شاء الله ربي يكون معاهم ويكون في عونهم. واحد من الناس زاد نعدي في ايام، صحيح ان نروح بعض الايام للعائله، تو روحت مي فما برشا ايام نعديهم بعيد شويه عليهم، اما باهيين حتى مع الاصحاب زاد، ويبقى ديما رمضان الشهر اللمه وشهر البركه. حبيتك تعطي نصائح كيفاه ينجموا يراجعوا قرايتهم في رمضان، طرق معناها مثلا يعتمدوا خرائط ذهنيه. كما تعرف انت من شعب التربيه والتعليم، معناها ديما باش يكونوا عندك نصائح كيما هكا يعاونوا الطلبه الاخرين من الشعب الاخرين. الانسان باش يحفظ ويتذكر مليح قبل كل شيء لازم يرتاح ويكون في فتره نتاع ما تجيش تقرا وانت في ستريس، ولا تقرا وانت تعب. لازم تعطي بدنك ساعه ومخك سيرتو القسط الكافي من الراحه باش تنجم تركز على الحاجه اللي تقرا فيها. سينو تنجم تشد تقرا سويع وفي الاخر ما تحصل حتى شيء ما عارفين، جست هنك قريت وبعد تنساه. كما حكيت انت الخرائط الذهنيه وسيله مهمه برشا. علاش؟ على خاطرها تنشط الذاكره البصريه للطالب. وتعرف انت الذاكره، فما الذاكره السمعيه فما الذاكره البصريه. ننصح الطلبه انهم في مراجعتهم على الزوز ذاكرة هذوما. فما اللي يحفظ بالكتيبه، فما اللي يحفظ بالخرائط الذهنيه. فما الطريقه هذا نعتمدها هنا واحد من الناس، انه نحسب روحي قاعد نفسر في الحاجه هذيك الاشخاص قدامي وهكاك نتملكها اكثر الحاجه هذه، ترسخ المعلومه. ننصح هذا انه يحاولوا ديما ياخذوا الفكره ويلخصوها اكثر من انك تاخذ القالب الكل وتحفظ. ورأي فهمت الفكره سي بون، هذاك هو المطلوب. ماكش مستحق تبقى تحفظ كلمه بكلمه. شنو اخر بالنسبه للتمارين؟ حاول احنا نعرف معروفين بغسره الكلاب اونتر بارونتيز، الطلبه ديما نخلي روحنا لاخر وقت. هي حاجه باهيه وخايبه في نفس الوقت، مي ديما نحاولوا نتجنبوها خاطر سلبياتها ديما اكثر من ايجابياتها. وان شاء الله ربي يوفقنا الكل وربي يكون في عون الطلبه التوانسه الكل. امين. باش نزيد عليك نقطه اخرى، اللي المراجعه اون جروب تنجم زاده تكون عندها إفادة كبيرة، اللي كل واحد باش يستفيد من المعلومات اللي قدمها معناها صاحبه الآخر، وكيك باش تزيد تربحك وقت وتزيد ترسخ المعلومة أكثر. وبالطبيعة نزيدوا نأكدوا اللي كي باش تقرأ حاول ماكسيموم تبعد عليك التليفون، كتقول ساعتين قراية وإلا من غدوة عندي دياس وإلا حاجة نحضر فيها، سيكو معناها ساعتين تبعد التليفون، تبعد على أي حاجة تنجم تشخشبك وتركز في الحاجة هيكي. وكيف ذكرنا زايدة النوم بالكدا سوايع النوم راهم مهمين، ما كانش ما تنجم تعمل حتى شيء في نهارك. وتوا باش نخلي لك كلمة الختام، بشنو تحب تتوجه لزملائنا الطلبة؟ نحب نتوجه زملائنا الطلبة الكل التوانسة سواء شعب التربية والتعليم ولا باقي الشعب، إن شاء الله رمضانكم مبارك وربي يتقبل صيامكم. نعرف شهر صعيب باش يتعدى علينا في القراية، أول مرة تقريبا نقراو 3 جمعات من رمضان. إن شاء الله ربي يوفقنا على صيام وإن شاء الله ما نتعبوش برشا في قرايتنا فيه. نقدم تحية لكافة السادة والسيدات اللي يتبعوا فينا في إذاعة منارة، تحية لك أنت، تحية للفريق التقني اللي معاك. وفي الاخر رمضان ايام ما الا ايام معدودات ويتعدوا، ويبقى كان الاثر الطيب ويبقى الفعل الصالح وعمل الخير اللي نعملوه. شكرا ياسين على قبولك الدعوة وعلى المعلومات اللي فتنا بيهم.
وفي الاخر ما تنساوش في وسط هذا الكل رمضان شهر العبادة، نحاولوا نتقربوا من ربي أكثر وندعي ونقرأ القرآن، هيك زادة تعتبر راحة نفسية اللي تنجم تعاوننا في قرايتنا واللي تبعدنا على الضغط معناها متاع القراية والامتحانات وبرشا الحقيقة ضغط. مقعد نقولكم كاين نشوفكم في الفقرة الجاية، ونتمنى لكم رمضان كريم وينعاد عليكم بالصحة والعافية، ونسلم على عائلتي وزملائي في الدراسة وعلى أساتذتي الكل. نشوفكم في الفقرة الجاية، مع تحياتي.